ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده ان شاء الله تورتتين حلوين جدا باذن الله. الفيديو يعجبكم، متنسوش تحطوا لايك على الفيديو علشان انتوا بتنسوا على طول وبتزعلوني جدا لما ما بتحطوش لايك على الفيديو. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملناهم ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل هنا التورته مقاس 22. خدت 4 بيضات ومعلقه صغيره محسن جل، معلقه مليانه يعني. وحطيت كمان تلت كوبايه ميه و375 جرام دقيق سبونج. هاضربهم لمدة 6 دقايق وبعد كده هاحطهم في الصينية مقاس 22. أنا مش عايزة هنا التورتة ارتفاع عالي، فعلشان كده عملتها ب4 بيضات بس. باساوي بقى الكيك كده في الصينية وهادخلها الفرن. هتاخد في الفرن حوالي 35 دقيقة، مش أكتر من كده. وطبعا حسب الفرن بتاعك برضو لازم تختبريها، علشان لو هي ما استوتش هتعمل طبقة في النص كده مش حلوة خالص. هسيبها تبرد خالص وهنعمل دلوقتي الكريمة. خدت كوباية وربع من الكريم شانتيه. هاحط عليهم يعني حوالي كده تلت كوباية سكر. تمام، طبعا ظبطوا السكر زي ما انتوا عايزين. وحطيت كمان باستري معلقتين كبار، وبحط عليهم دلوقتي مية ساقعة متلجة. حطيت كوبايتين مية ساقعة وبعد كده هحط شوية من الكريمة اللباني، وطبعا ممكن تستغني عن الباستري واللباني زي ما انت عايزة. انا بستخدم كريمة اللي هو الكريم شانتيه المتحدة، ريتش المتحدة، حلوة جدا من غير حاجة خالص. بس انا بحب اعزز الطعم بتاعها بالباستري وبالكريمة اللباني. ممكن تحطي برضو معلقة نوتيلا بيضة لو انت عايزة تشيلي الباستري واللباني، برضو بتدي طعم حلو قوي. والكريمة بتتضرب بقى، هنحضر الكيكة. قشرت الجزء اللي تحت ده، هي هنا باردة خالص. الكيك هش وطري جميل جدا. اهم حاجة ان هي تاخد وقتها في الفرن. ما تزوديش عليها علشان ما تنشفش معاكي. هقطع بالمنشار على 9. هي طلعت معايا 5 طبقات، بس انا احتجت منهم 4 بس، علشان زي ما قلت لكم ما كنتش عايزة ارتفاع عالي فيها. هو ده كان طلب العميلة يعني. بعد كده هبدأ احشيها. حطيت الكيس في الصينية وهبدأ اسقي بقى الطبقات بتاعتي قبل ما احشيها. انا بسقي هنا بشربات خفيف. طبعا كل فيديو بقول لكم على الطريقة بتاعته، علشان في ناس بتتفرج على فيديو معين ما بتتفرجش على فيديو تاني. فهو عبارة عن كوباية سكر عليهم 3 كوبايات ونص مية وعصير نص ليمونة، وبسيبهم يغلوا على النار شوية، وبحط في الآخر نقطتين كده من الفانيليا السايلة، علشان بتديه ريحة وطعم حلوين. يعني كأنه عصير كده بيكون حلو قوي. وهنبدأ بقى نحشي الطبقات بتاعتنا. هنا العميلة ما كانتش عايزة حشو فواكه خالص، لا مانجا ولا فراولة ولا أي حاجة. هي قالت لي عايزة بس الكريمة مع شوكليت شيبس. فأنا حطيت بقى من النوتيلا البيضة دي عشان تعزز الطعم. انتوا عارفين ما بعرفش أطلع تورتة أبدا من غير حشوات، مستحيل. بحس إن ناقصني حاجة كده والدنيا مش تمام حتى لو طلب العميلة. فأنا قلت برضه أحط النوتيلا البيضة، هي مش هتدي طعم مختلف للكيكة، لكن هتدي طعم غني جدا. حطيت في الطبقات كلها بالشكل ده كده، وشوكليت شيبس على كريسبي ابيض. وبس، هي ما كانتش محتاجة مكسرات ولا محتاجة فواكه خالص. وهسقي اخر طبقة وبعد كده هحطها في التلاجة قبل ما اجلسها. التورته دي كانت رقيقة جدا. عايزة اقول لكم ان العميلة دي بتنقي يعني اذواق رقيقة قوي وبسيطة خالص. بحب اعمل لها الحاجة بتاعتها بصراحة. بعد كده هجلسها طبقة خفيفة من الكريمة. الطبقة بتاعة التجليس دي لازم نقلب الكريمة كويس جدا بالسباتولا علشان نطلع منها اي فراغات هواء. وتبقى الكريمة مظبوطة معانا في التجليس. وبعد كده هدي الطبقة التانية بكيس التزيين او بالسباتولا، مفيش مشكلة خالص، الطريقة اللي بتريحك. حطوا لايك يا حلوين كده قبل ما تنسوا عشان ما ازعلش منكم. شجعوني عشان اعرف انزل لكم فيديوهات كتير ان شاء الله. هفضل اظبط بقى في التورتايه بتاعتي واجلس فيها كده لحد ما يكون شكلها النهائي حلو جدا، وتكون شكلها مظبوط. وبعد كده هدي روزيتات. ده القمع بتاع البيتي فور بيدي برضو شكل حلو قوي للروزيتات، وممكن قمع الستار. بس طبعا الصورة اللي مبعوتالي كانت بالقمع ده، فبحب اعمل الشكل زي ما هو مبعوت لي بالظبط. بعد كده بدأت احط بقى كريسبي كده. الكريسبي ده ابيض عادي صغير، بس عشان اديه اللون الميتاليك ده كان عندي داست ميتاليك اللي هو الفاتح خالص،
فحطيتهم في كيس وبدأت ان انا اقلبهم مع بعض عشان يديني اللون الميتاليك ده. وده شكل التورته النهائي. يا رب يكون عجبكم. ودي الصورة من عند العميلة، عجبتني جدا، ويا رب تعجبكم انتوا كمان. يلا بقى نجلس التورته التانية دي. احنا طبعا عملنا الحشوات مع بعض كتير، فقلت اديكوا بس الفكرة بتاعت الفينش النهائي. التورته دي كانت مقاس 25 في 25، اتعملت بست بيضات. انا عملتها يعني مرة واحدة، عملت الست بيضات، خدت نصهم كده حطيتهم في الصينية، والنص التاني حطيت عليهم معلقتين كاكاو منخول، وعملتهم في نفس الصينية. بعد ما سويتها قسمتهم بالمنشار على 9، عملت 4 طبقات. بس عارفين لو اتعملت كل طبقة لوحدها، يعني عملت الطبقة الفانيليا لوحدها كده ب3 بيضات وبربع سبونج ودخلتيها الفرن تستوي، والطبقة الشوكولاتة لوحدها، بتطلع كل كيكة 3 طبقات مش طبقتين. يعني هتطلع معاكي التورتة دي 6 طبقات. ممكن تاخدي منهم الأربعة، والطبقتين الزيادة تاخديهم بقى تعمليهم في كبات ولا حاجة. بس أنا هنا علشان كنت أسهل على نفسي الموضوع وكنت مستعجلة وكده، ورق الزبدة كمان كان خلصان من عندي وكده، فقلت اما اعملها بقى في صينية واحدة. ما كنتش محتاجة كمان اعمل كبات ولا حاجة، كنت بعمل الشغل اللي عندي بس ما عملتش اي فوري. عايزة اقول لكم ان انا من بعد العيد ما عملتش فوري خالص على الجروب، مش عارفة ليه بصراحة. يعني بشتغل بس على الاوردرات كده اللي بتطلب مني. مش عارفة برضو الناس مكسلة وانا مكسلة، ولا انا لو عملت الناس هتطلب ولا ايه. بس انا سايبة نفسي كده لما اشوف الدنيا هتوصلنا لحد فين. انا بصراحة لما باخد على الانتخة ما بعرفش اشتغل كتير. هنا كده جلست التورتاية، نص الفانيليا ونص الشوكولاتة. وبعد كده هحط الصورة دي، صورة مش قابلة للأكل طبعا، بتسهل علينا الدنيا دلوقتي عشان أطبع شوجر شيت. الصورة دي هتتكلف لها 50 جنيه لوحدها، فحرام طبعا. ما كبرتش الصورة بصراحة عشان ما تاخدش مساحة كبيرة ويعرفوا يشيلوها بسهولة. حطيت هنا حوالين التورتة من الجناش، أي جناش صب انت بتستعمليه. لو سبتيه على الرخامة كده لحد تاني يوم في المطبخ هيعمل معاكي الروزيتات دي. لو مستعجلة تحطيه في التلاجة شوية لحد ما يبقى متماسك وتعمليه روزيتات. هنا حطيت على ربع صوص مانجا، بما ان التورته من جوه الجزء الفانيليا اصلا محشي قطع مانجا وصوص فراوله، فانا قلت هحط على ربع كده صوص مانجا والربع التاني صوص فراوله. والنص الشوكولاته بقى عملت نص نوتيلا ونص جناش. التورته دي عايزه اقول لكم بتكفي من 18 ل 20 فرد مرتاح جدا. ارتفاعها ما شاء الله عالي. والقطعه كده الصغيره منها هتكفي وهتبقى حلوه جدا. يعني المقاس ده بيكون حلو قوي في اعياد الميلاد. هنا حطيت النوتيلا، طبعا حط لها شوية زيت مش كتير، علشان بس ما تبقاش خفيفة قوي بيضيع الطعم، يعني الزيت لو كتر منك بيضيع طعم النوتيلا. وهنا حطيت من الجناش. تزيين سهل وبسيط جدا، بس قلت برضو اشاركه معاكم كده تاخدوا افكار للتورت اللي بالصور دي بتغلبنا اوقات. حطيت بقى على الجزء اللي هو اللي بالجناش شفايف عاملاها في المولد السيليكون بالشوكولاتة، حلوة جدا، وممكن بعجينة السكر برضو. وحطيت هنا معلقة من الشوكولاتة برضو. بس لقيت بقى الجزء اللي هو بتاع الجناش ده غامق شوية، فدهنت الشفايف دي بالدست الذهبي علشان بس ينطق كده وما يكونش قافل كده في بعضه. ايه رأيكم في شكلها النهائي؟ يا رب يكون شكلها عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير.